ازيكم عاملين ايه؟ إيه الاخبار؟ النهارده هنعمل مع بعض هريسة الشطة، وهنعمل كمان دقة السمك. تعالوا نشوف الطريقة والمقادير ونشوف مكوناتنا الحلوة دي عملناها ازاي. ما بقدرش ابدا استغنى عن المكونين دول في البيت، سواء دقة السمك او هريسة الشطة. داخلة بقى معاكي في اي تتبيلة انت حباها، تتبيلة بانيه، حراقة، بتنجان، بابا غنوج، بطاطس مهروسة، اي حاجة انت ممكن تستخدميها بهريسة الشطة دي. هنا معايا فلفل احمر، ممكن بارد على سبايسي. انا فعلا عملت كده، جبت بارد على سبايسي وغسلتهم كويس قوي وشلت البذور منها. وبعد كده هنحضر الكبة بقى. الكبة هنحط فيها راس تومة مفرومة على نص كيلو من الفلفل ده. تمام كده، يعني راس تومة مفرومة على نص كيلو من الفلفل، وهنضربهم في الكبة مع شوية من الملح، وكمان معلقتين كده من الخل مبدئيا كده يعني. هنضرب الحاجات دي كلها في الكبة. وطبعا هنكون محضرين جنبنا بقى ليمون، وهنكون محضرين زيت وتوابل. هقول لكم دلوقتي ايه التوابل. المهم بنفرم كده الثوم مع الفلفل ورشة الملح زي ما قلت لكم. ما نزودش ملح ولا نحط زيت ولا اي حاجة في الكبة، علشان لو حطيتي زيت في الكبة يتفرم مع الفلفل، هتلاقي الفلفل بتاعك ابيض وبقى شكله مش حلو ابدا. تعالوا بقى بعد ما فرمنا راس تومة المفرومة مع نص كيلو من الفلفل في الكبة، تعالوا نضيف بقى التوابل ونحضر احلى هريسة شطة. توابلنا عبارة عن ايه؟ ملح، كزبرة ناشفة، وبابريكا، مفيش اكتر من كده. وكمان معايا هنا ربع كيلو من ربع ازازة من سوري، ربع كوباية من الليمون، وربع كوباية من الخل، وكمان زيت زيتون وزيت ذرة المتوفر عندك ضيفيه، سواء زيت ذرة او زيت زيتون. انا كان عندي الاتنين، اللهم لما نعم يا رب، فايه ضفت يعني شويه من دول وشويه من دول، وقلبت كل ده مع بعضه وبس. خلاص هريسه الشطه جاهزه معاكي. خدي بالك من الخطوه اللي بقولك عليها دي، توابلك والليمون بتاعك والزيت ما تضيفهمش ابدا في الكبه، ضيفيهم وانتي بتقلبي كده. برطمان بقى يكون ازاز نضيف كده، او ممكن علبه بلاستيك تكون نضيفه. المهم اي برطمان عندك هتعبي فيه هريسه الشطه، ممكن في اكياس، مفيش مشكلة خالص، بس تكوني مبططاها كويس، او ممكن تكون بقى اكياس زيت لوك افضل. المهم برطمان دهنته من الزيت، حطيت فيه شوية من الزيت ودهنته كده من الزيت، يعني دهنة محترمة كده. وبعد بدأت بقى ان انا انزل بهريسة الشطة دي في البرطمان. عايزه اقول لكم البرطمان ده يعني ممكن يقعد عندي سنة حرفيا، يعني ما بستغناش عنه. جربوا بس انتوا الطريقة دي وهتعجبكم جدا، وهيبقى احسن من بتاع بره فعلا. المهم شوية زيت كده من على الوش عشان اغمر الهريسة بالزيت زي ما انتم شايفين بالشكل ده. وطبعا هنقفله بقى يعني طريقة القفل بتاعتنا العادية ان احنا هنجيب الغطا ونقفل البرطمان. لا، خدوا بالكم بقى من الخطوة دي، علشان نحافظ على الهريسة تفضل معانا فترة طويلة، سواء في التلاجة او الفريزر. بغمر كده الهريسة من الزيت، وبعد كده بقوم جايبة كيسة كده من بتاعة السندوتشات، واحطها تحت الغطا واقفل الغطا وبس. خلاص كده بحافظ على الهريسة بتاعتي لأطول فترة ممكنة. على فكرة هتقعد عندك بالسنة، يعني نقدر نقول عليها تفريزات لرمضان بقى، الأكل رمضان للحرش. المهم هنا بقى تعالوا نعمل هريسة السمك أو دقة السمك عموما. نفس الكبة اللي احنا عملنا فيها ريزة الشطة، هنسيب كده شوية فيهم، وبعد كده هننزل بقى ايه براس تومة برضك مفرومة. السمك بيحب التوم كتير جدا وبيحب الكمون، فالمهم احنا هنحط راس توم مفرومة مع شوية من هريسة الشطة اللي احنا سايبينهم اصلا في الكبة. وكمان هنجيب بقى ايه فلفل اخضر من اللي هو ايه السبايسي ده، او ممكن فلفل بارد، مفيش اي مشكلة، المهم يكون فلفل اخضر. وهنبدأ ان احنا نحط شوية خل وشوية ملح ونضربهم في الكبة زي ما انتم شايفين بالشكل ده. هتلاقوا القوام بتاعه تقيل كده وحلو، وكمان هتلاقوا اللون اخضر. لو انتوا حابين تستكفوا بكده وما تضيفوش هرسة الشطة مفيش مشكلة. بصراحة انا مش بحب اللون بتاع التوم مع الفلفل الاخضر ده، فبضيف له كده معلقة كبيرة محترمة من هرسة الشطة، وبضيف كمان ربع كوباية من الخل، وربع كوباية من الليمون او زي ما انتم شايفين، وملح، وكمون، وبهارات سمك اذا متوفرة عندك. طب مش عندي بهارات سمك يا فاطمة، هقولك بقى البهارات السمك عبارة عن ايه. ملح وكمون، وكمان شبت مجفف،
وبابريكا وشطة وكزبرة ناشفة دي وتوم باودر. دي بهارات السمك، لو انت عملتهم في البيت تبقى نفس نتيجة بره بالظبط. انا كان عندي اللي هي المعلبة بتاعت بره دي، فضفتها وضفت كده منها معلقتين من بهارات السمك كده. بهارات السمك جاهزة معايا طبعا. ما ننساش نحط زيت زيتون وزيت ذرة متوفر عندك زي ما انا قلت لكم في هريسة الشطة. هنبدأ بقى ان احنا نعمل نفس الخطوة برضو، نجيب برطمان ازاز او اي علبة مفيش مشكلة، ونحط شوية من الزيت كده، نديله دهنة محترمة من الزيت، وننزل بالدقة. انزلي بقى بالدقة بالشكل ده، وبنفس الخطوات اللي احنا عملناها في هريسة الشطة هنعملها برضو في الدقة. هنجيب هنغمره بشوية من الزيت برضو وكيسة، وهنقفل البرطمان بتاعنا. عايزه اقولك بقى ان البرطمانين دول هتدخليهم الفريزر او ممكن في التلاجة، بس عشان لو انت عامله كميه يبقى حطي في الفريزر. بتطلع معاكي بصي يعني بتطلعي البرطمان تاخدي منه المعلقه وتقومي حطاه على الاكله بتاعتك، وكان الله بالسر علينا، وتدخليه تاني الفريزر. بس مفيش اسهل من كده واحسن من كده. عايزه اقول لكم انا سائله على برطمان او ازازه هريسه شطه حوالي ربع 250 جرام، كانت ب35 جنيه او 40 جنيه. انا عايزه اقول لكم انا عملت بأقل يعني ما كملتش فعلا 7 جنيه او 10 جنيه يعني كل الحاجات دي كانت عندي في البيت، ويا دوبك بس جبت نص كيلو الفلفل كان تقريبا ب7.5 او حاجه. فما كلفتنيش اي حاجه، عملت برطمان ما شاء الله، يعني نقدر نقول عليه برطمان كيلو. ودقت السمك زي ما انتم شايفين كده بالشكل القمر ده. بس ده كان فيديو النهارده، يا رب الفيديو عجبكم. طبعا ما تنسيش اللايك والشير. اشوفكم على خير في رعايه الله، مع الف سلامه.